الصبع اللي غادي يكليكي على اغنيه يبارطاجيها في الفيسبوك، يكليكي على واحد الايه ولا على حديث ولا شيء من الخير، راه ما تعرفش هذاك الخير اللي انت كتبارطاجيه وكتنشره في الفيسبوك ولا في الواتساب ولا كذا، ما تتعرفوش فين تيوصل. عاود تبقى تصيفط لعباد الله فوائد الزنجبيل وفوائد الحامض المحكوك وفوائد القرنفل في الحلوى، صيفط لهم فوائد الصلاه وفوائد الصوم وفوائد الحسن ذات احسان ذات البين والاصلاح ذات البين، وصيفط لهم الشرور اللي كترتب على الخمور، وصيفط لهم الشرور اللي كترتب على الربا، وصيفط لهم الشرور اللي كترتب على التدخين وعلى قطيعه الرحم وعلى عقوق الوالدين، صيفط هذا الشيء. اما الزنجبيل راه عباد الله عارف اش كيتجبير اش تيدير، كثير شي المغاربه راه كيعرفوا هذا العجب هذا. طيب، اثاره في الناس مما جعل ان الناس يثنون عليه. وقبل الناس تقرؤون في سوره الليل والليل اذا يغشى، اش كيقول الله عز وجل في خواتمها؟ وسيجنبها الاتقى، يعني على النار سيجنبها يعني ما يدخلش لها، الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. اش قال لي سيدي ربي؟ ولسوف يرضى. في منزلات هذه في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، طبع عليه ضمن ليه سيدي ربي أنه ما يدخلش الجنة. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، ماشي كيفوح على عباد الله، هو بغي يقاد راسه. وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ما بغى حتى شي واحد يخلصو ولا بغى يدخل بها الانتخابات ولا بغى بس سميتو تبان ولا يدير الإشهار للجمعية ديالو ولا والو، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. بغيتي تعرف حالاش هذا الشيء ديال إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى؟ واحد المرة سيدنا عمر رضي الله عنه كيبان لي أبو بكر كيخرج في واحد لقيته وتيمشي تيضرب الطريق حتى لواحد البلاصة مفرزة على المدينة وتيعاود يرجع. ملي آلت إليه الخلافة قال سيدنا أبو بكر، قال سيدنا عمر وقيل هذا القضية مابقاش غيديرها، تبعوه بقاه مازال الغد ليه، اليوم ولا خليفة الغد ليه، ضرب الطريق مشى حتى لديك الدار، سيدنا عمر حاضيه مخبي تفات رجع، هو يمشي عندهم لقى واحد الشيبانية عمياء ومعها واحد البنيته صغيرة، دق عليهم قال لهم شكون هو هذا اللي جا؟ قالت لي والله ولدي ما عرفت، واحد الراجل من هذه مده هو تيجي. علاش تيجي يدير؟ قالت لي كيجي يشطب لينا ويقاد لينا ويحلب لينا العنزه ويقاد المسائل حتى كيقاد هذا الشيء كله كيطيب وكيمشي. فهمتي علاش نزل فيه سيدي ربي قران؟ اسيدي انا ما قلتش لك سير طيب ليها وما قلت لك سير جفف ليها، انا قلت لك غير هز ليها الهم الا ما عندهاش الريال. انتوما 5 6 ديال الناس ديروا قفه وفي السيمانه واحد يحط باكيه داتاي والاخر يجيب 2 بواطات ديال السكر ديال كيلو، والاخر يجيب واحد 2 كيلو ونص ولا 3 كيلو ديال الدقيق، والاخر يجيب واحد الباكيه ديال السباغيتي، والاخر يجيب مع سيدي واحد شي شويه ديال العطريه، والاخر يجيب شويه كذا، وتجمع واحد القفيفه ما غاداش تفوت لك 260 ريال لواحد. وديروا التور باش ما يقولش لك انا حاقرين عليا عفاتاي. انت السيمانه اللي من بعد جيب انت اتاي، والاخر يجيب السكر، والاخر يجيب الدقيق، والاخر يجيب لي باط، والاخر يجيب عديسه، والاخر يجيب سميتو، وخليو ديك السيده عافه راسها بلا ما تخرج في هذه الشتا هذه مفرشه دايره قلعه ديال الميكا كتبيع في كلينيكس وجالسه كتبيع في الخراقي باش كتسنى شكون يعطيها وشكون ما يعطيهاش. هذا الشيء فضلا على ان واحد يجي يبدا يبسل عليها ولا يبغي يساومها في الشرف ديالها. لا ما قلناش لك اسيدي سير كنس اليوم، لا اسيدي غير فيق بلي راه كاين المزاليط دايرين ديك وتعاونوا، لا ضربنا من الطرف حتى للطرف راه تخرج البركه اللهم بارك. الله المستعان. هذا ثناء الله عليه. الله عز وجل ارسل للنبي عليه الصلاه والسلام سيدنا جبريل رساله خاصه لمن سيدنا ابو بكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر، قال له يا ابا بكر ان الله قد ارسل جبريل يقرئك السلام. اسمع هذه مزيان وحل لها قلبك. اللي ارسل جبريل يقرئك السلام ويقول لك ان الله راض عنك. ما سالتش فهل انت راض عن الله؟ سيدنا ابو بكر اش باقي عنده شي رجلين يهزوه في هذه؟ قال لي الله هو السلام ومنه السلام، وجلس تيتنخصص وتيبكي. كيف يسولك شي واحد هل انت راض عليه؟